السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشعة اليد واحدة من أكتر الفحوصات اللي بتطلب بشكل يومي في أقسام الطوارئ والعظام، وهي من أسهل الفحوصات اللي ممكن تتعمل في المستشفيات. في الفيديو ده هناخد دليل عملي كامل عن كل ما يخص الهاند إكس راي أو أشعة اليد من أول تصوير لحد ما توصل للتشخيص النهائي. يلا نبدأ. أول حاجة نبدأ بيها هو تعريف أشعة اليد. أشعة اليد هي صورة تؤخذ بالأشعة السينية لتصوير عظام اليد بما في ذلك الأصابع الفلانجيس وأمشاط اليد الميتاكاربلز وعظام الرزغ الكاربال بونز. زي ما احنا عارفين إن الهاند عبارة عن 3 أجزاء: كاربال بونز دي عظام الرزغ وعددها 8، والميتاكاربال بونز اللي هي عظام مشطية اليد وهم 5 عظام، والفلانجيس سلميات اليد عبارة عن 14 عظمة، وكل ده في الإيد الواحدة فقط. وفي معلومة مهمة جدا إن لما تيجي نعد الصوابع في صورة الأشعة بنعدها من أول الصابع الكبير لحد الصابع الصغير مش العكس. يعني مثلا لما تيجي تعد الميتاكاربلز بتاعة اليد بتعد من أول الميتاكاربل اللي بتشكل الصابع الكبير لحد الميتاكاربل الأخير اللي بيبقى موجود في الصابع الصغير. تمام. امتى نطلب أشعة اليد؟ أشهر الأسباب هي إصابات اليد بعد السقوط أو الحوادث، والاشتباه في وجود كسر أو خلع، أمراض المفاصل، ومتابعة الكسور القديمة بعد التثبيت. تعالوا نشوف أوضاع تصوير الهاند إكس راي. أوضاع التصوير بتنقسم لنوعين: أوضاع عامة وأوضاع خاصة. الأوضاع العامة اللي هي البيزك وديت البي اي فيو والأوبليك فيو. أما الوضع الخاص أو السبيشال ففي من أشهر الأوضاع الخاصة وهو وضع اللاترال فيو. أول وضع معانا وهو البي اي فيو، وده هو الوضع الأساسي والمعتاد لتصوير اليد. الأشعة بتيجي من البوستيريور للأنتيريور من ظهر الإيد مرورا بكف الإيد. بالنسبة لطريقة وضع المريض، أول حاجة المريض بيقعد جنب ترابيزة الجهاز أو يقف قدامها. تاني حاجة يمد إيده على الترابيزة بحيث كف الإيد يكون مفرود عليه. تالت حاجة الأصابع تكون مفرودة وبعيدة شوية عن بعضها عشان أقدر أشوفهم بوضوح. وأهمية الوضع ده إن أنا بستخدمه علشان نقيم العظام من عظام الرزغ حتى أطراف الأصابع، وبيوضح ترتيب المفاصل، وجود مثلا كسر أو تغيرات مرضية زي الالتهابات. وفي نصايح في الموضوع ده: ان اتأكد ان الايد مستقيمة ومسطحة تماما على الترابيزة. لازم يكون في اشارات رايت او ليفت لو هتصور الايدين مع بعض، او الضوء اللي طالع من الجهاز لازم يجي على الايد كلها من الكاربال بونز لحد الفالنجيس. الوضع التاني هو الأوبليك فيو، ده الوضع المائل بزاوية تقريبا 45 درجة. وطريقة وضع المريض أول حاجة هو وضع بي اي، ولكن بيقلب الإيد شوية بحيث تبقى مايلة بزاوية 45 درجة ناحية الصابع الصغير. الأصابع تبقى برضو مفرودة عشان ما يحصلش تداخل بينهم. أهمية الوضع ده إنه بيساعدني في توضيح الفراغات بين العظام الصغيرة، ومهم جدا للكشف عن الكسور الصغيرة اللي ممكن ما تبانش في وضع البي اي. ومن الحاجات اللي انت لازم تاخد بالك منها ان انت تحافظ على الزاوية 45 درجة وتكون الزاوية في اتجاه الصابع الصغير. اهم حاجة ان الاوبليك يكون في اتجاه الصابع الصغير، وتأكد ان الابهام مش مغطي على باقي العظام. اخر وضع هو اللاترال فيو، وطريقة وضع المريض ان الايد بتكون في وضع جانبي على الكاسيت. واهمية الوضع ده انه مفيد جدا في تشخيص دخول جسم غريب في الايد. وخليك حريص على ان الاصابع تكون فوق بعضها باستثناء الصابع الكبير، لازم يكون بعيد شوية عن بقية الاصابع. يبقى في ملاحظة عامة ان احنا دايما بنبدأ بوضع البي اي والاوبليك. لو في جسم غريب في الايد بنعمل وضع اللاترال فيو. في بعض الحالات زي اصابات الابهام او الاصبع الواحد ممكن نعمل وضعيات خاصة ليه. وبكده نكون شفنا مع بعض نظرة شاملة عن أشعة اليد، من امتى نطلبها وازاي نصورها. تفتكر ايه اكتر وضعين بنستخدمهم لأشعة اليد يوميا؟ حابب اسمع منك تحت في التعليقات. وما تنساش كل صورة لها قصة وكل تفصيلة بتفرق. لو عجبك الفيديو واستفدت منه اضغط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك باقي الفيديوهات التعليمية اللي بتبسط الأشعة ببساطة. أنا عبد الله، وده كان فيديو جديد من سلسلة فحوصات الأشعة السينية. أشوفك في الفيديوهات الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.